تحذير: هذا المحتوى لا يمد للواقع بصلة، وقد يحتوي هذا الفيديو على مشاهد عنف خيالية لا تمت للواقع بصلة. جميع الأحداث والشخصيات من وحي الخيال، ويعرض المحتوى لأغراض الترفيه والتحليل فقط. ننصح بالمشاهدة لمن هم فوق 18 سنة. أهلا بكم يا أساطير في قناتكم المفضلة من هو نينجا. بحب أشكركم يا رجالة على كلامكم وتشجيعكم الجامد ليا، ومستني دعمكم أكتر وأكتر كمان في الفيديوهات الجاية. ودول أول 3 كومنتات في الفيديو اللي فات، وعاوزين نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك في أول 24 ساعة بهمتكم يا شباب. أما دول بقى الأبطال اللي جاوبوا على كلمة سر الحلقة اللي فاتت. ودلوقتي هسيبكم مع الحلقة 17 من قصة الساحر إيرليك. جاهزين؟ طب هاتوا كوباية الشاي المتينة ويلا بينا. شفنا في الحلقة اللي فاتت ازاي بطلنا بعت راس سنجاد لولي العهد، وساعتها اتصدم عشان بطلنا قدر ينفذ المهمة لوحده. وشفنا لما راحوا هيرمان وهولمز لقلعة كيت لاين وعشان خاطر يساعدوا بطلنا في الفوضى اللي لازم يعملها في المنطقة الشمالية. بعدها راحوا لمعسكر، وساعتها اتفرج بطلنا على المعركة وشاف قوة فرسان فايل وطريقتهم في القتال، وشاف برضه مرتزقة الجمجمة السوداء وطريقهم في المعارك. شفنا كمان لما عرف بطلنا ان انتصارهم في المعسكر ده مش طبيعي، لما شافوا قبيلة بور عرفوا ساعتها انهم وقعوا في الفخ، واللي كان مجهز الفخ ده هو الشيطان اللي طلب من الاسد الاحمر انه يروح ويتعامل مع بطلنا. وفي الاخر شفنا لما وصلوا قبيلة بور وكانوا حوالي 2000 مقاتل، وهنا ايزابيل جهزت تشكيلات الفرسان والفيالق، وقدر بطلنا يشوف القبيلة وهي بتهجم عليهم ونبه الكل انهم جايين. يا ترى ايه اللي حصل بعد كده؟ تعالوا نشوف. بنشوف فرقة المتوحشين وهي بتهجم ناحية المعسكر، والناس اللي عمالة تراقب بيسألوا لو كانوا دول فعلا من البشر، عشان بيكونوا شايفين قدامهم مجموعة من الوحوش. هنا إيزابيل بتطلب من السحرة انهم يستخدموا السحر الهجومي على المقدمة، وفعلا بنشوفهم بيضربوا اللهيب المشتعل والعاصفة الهيجة، فبتولع النار قدام فرقة المتوحشين، وبيكون القائد بتاعهم بيتكلم باللغة بتاعتهم وبيديهم الأوامر. فبنشوف الفرقة وهي بتصرخ بصوت عالي وبيكملوا هجوم وما بيخافوش من النار المولعة قدامهم. بيلاحظ الكلام ده هيرمان اللي بيكون واقف بيراقب المعركة، وشايف ان معنويات المحاربين بتزيد بدل ما يخافوا من السحر، ولو كان في شخص قادر انه يشجعهم بكلمة واحدة فهو اكيد محارب من رتبة عالية بين المتوحشين، وفي الحالة دي هم لازم يتخلصوا منه في الاول. لما بيحط ايده على سيفه بيقول هولمز: هو فين إيرليك؟ بيستغرب هيرمان وبيسأله يقصد ايه بالكلام ده، فبيكمل هولمز: السيد ميلفينجر اللي كان هنا من شوية انا مش شايفه، مستحيل انه يهرب، بس هو بيفكر في ايه؟ بيبص هيرمان حواليه وفعلا مش بيلاقي بطلنا، فبيسأل نفسه يا ترى ايه اللي بيخطط له. وفي مكان تاني جوه الغابة بنشوف الشيطان وهو بيراقب اللهب اللي في وسط المعركة من بين الشجر، وبيقول: ماشي، انا مش ناوي اتساهل معاه زي ما عملت قبل كده، اصل ده هيدي ثغرة ميلفينجر الماكر التعبان. المرة دي انا هدشمل له دماغه بكل قوتي من الاول. هنا واحد من الوحوش اللي معاه بيقول له: سيد يهوذا، الاستعدادات بقت جاهزة. بيرد عليه يهوذا ده وهو بيبص لهم: كويس، اعتبارا من دلوقتي احنا هنصطاد البشر دول ومعاهم ميلفينجر. وفجأة بيسمع يهوذا صوت بطلنا اللي بيقول له: وانت بقى معاك اذن من مين؟ طبعا يا جماعة بيظهر بطلنا طاير فوقهم وبيبص لهم، وهو عمال يفكر انه كان حاسس بان في شخص تاني واقف ورا الستارة وبيحرك كل الحوارات اللي بتحصل، وبيسأل نفسه لو كانوا دول السفلة بتوع جريجوري مرة تانية. فبيفهم ان موضوع تحالف الاسد الاحمر مع الشياطين ما كانش مجرد افتراء، وبيفتكر برضه ازاي سنجاد فضل مخلص لاخر لحظة وكان فاكر انه شخص كويس. لكن دلوقتي ايا كان السبب، فطالما هم متحالفين مع الشياطين يبقى هو هيخلص عليهم كلهم حسب مهمة عيلته. وفعلا يا جماعه بيرفع ايده ناحيه الفرقه الموجوده في وسط الغابه وبيستخدم الصقيع. بعد ما بيجمد المجموعه من الوحوش بيفضل رافع ايده وبيقول: ودلوقتي ميعاد الاكل. بنشوف الطاقه المظلمه اللي بتخرج من ايده بتروح ناحيه الوحوش المتجمده، وطبعا الطاقه دي هي الوحش الظلامي اللي بيبتدي ياكل في الوحوش، وهو عمال يضحك ساعتها وبيقول ان الولايم هنا طعمها حلو قوي. بنشوف مجموعه من الوحوش بتحاول تهرب وهم مرعوبين من الوحش الظلامي اللي ظهر، لكن الوحش بيقدر يشوفهم وبيهجم عليهم، وبيكون بطلنا واقف في الهواء وجنبه ميفيستو بيقول له: الوليمه دي كويسه قوي مش كده؟ بيرد ميفيستو: ده منجم ذهب، يا ترى هتبقى قوتي قد ايه لما همتص اختامهم كلهم؟ هنا بيطلع صوت يهوذا وهو بينادي على بطلنا باسم عيلته، فبيبص له بطلنا وبيشوف الهاله اللي بتظهر حواليه، فبيكمل يهوذا: انت ازاي قادر تستخدم الصقيع؟ دي قوتنا احنا. بيرد: لا انت غلطان، دي قوه عيلتي انا. بتبتدي القرون تظهر على دماغ يهوذا وبيقول: انا هو الكاهن جريجوري، والوعاء اللي هيتجسد فيه السيد عزازيل. بيستغرب بطلنا من الهالة الرهيبة اللي بتظهر حواليه، وبيوضح له ميفيستو ان ده خاتم الهيجان، وانه الخاتم ده اقل من خاتم الجنون اللي موجود عند السافل عزازيل. هنا بيكمل يهوذا وهو بينط ناحية بطلنا: وانا قدام حضرته هقدم دماغك قربان ليه. طبعا بطلنا بيتحرك بسرعة وبيهجم عليه، وبنشوفهم بيقربوا من بعض، وبيكون في هالة رهيبة حوالين كل واحد منهم، واول ما بتصطدم الهالات في بعض بيرجعوا هما الاتنين لورا، وبطلنا عمال يفكر انه مجرد اما ضربوا في بعض قدر يحس بقوته لدرجة انه كان هيخسر دوائر المانا بتاعته.
بيفتكر انه لما كان بيحاربه قبل كده وهو جوه واحد من اتباعه في الحقل الثلج الاسود كان فاكر ان هو خصم مش سهل، بس ما كانش متخيل ان هو بالقوه دي، وبيسال نفسه لو كانت قوه الصقيع لوحدها مش هتكفي. ساعتها بيقول له ميفيستو الأحسن إنك تقاتل بكل قوتك من الأول، أصل حتى لو كانت مجرد نسخة مقلدة لكن هو أكيد عنده جزء من قوة عزازيل. بيستغرب إيرليك من كلامه وبيكون حاسس إن ميفيستو بقى مختلف عن العادة، وبيسأل نفسه لو كان فعلا اتغير كده بعد ما قابل ظل عدوه القديم. بيكمل ميفيستو أنا ممكن أقول لك على نقاط ضعفه لو أنت عاوز. بيجاوب لا مفيش داعي، أنا عاوز أقاتل بقوتي لوحدها في الأول، وبعدين انا لسه ما جاتليش الفرصه لغايه دلوقتي عشان استخدم قوه السلطه لاقصى حد فيها. بيفهم ميفستو ان بطلنا مقرر اصلا، وبنشوفه وهو طاير بسرعه وبينزل على الارض قدام يهوذا والوحوش اللي معاه، وكمان بيكون يهوذا عمال يفكر ان صحيح بطلنا بيستخدم الصقيع لكن استهلاك المانا بيكون كبير قوي. هنا بينده شياطين جريجوري وبيقول لهم ان هم يخلصوا على ميلفينجر، وفعلا بيهجموا الشياطين ناحيه بطلنا اللي بيكون شايف ان طالما الشيطان القائد بتاعهم لسه سليم يبقى مش هيكون سهل ان يواجههم كلهم مره واحده، خصوصا ان هو استهلك كميه كبيره من المانا وكان ناوي انه ما يستخدمهاش على قد ما يقدر، لكن دلوقتي بيكون عارف ان مفيش قدامه حل تاني. بتشوف الطاقه بتبتدي تظهر تحت رجليه وبتنتشر في المكان، وبيقول يا بقايا الابطال اللي خدموا اوتو وعلوا من قيمه عيله ميلفينجر، اصحوا يلا. وهنا بنشوف ايدين بتخرج من تحت الارض وبيظهروا مجموعه من المحاربين اللي كانوا جنود اوتوهان. لما بيشوفهم يهوذا بيتصدم عشان هو عارف ان دول رياح الشمال، وبنشوف المحاربين دول بيجهزوا السيوف والاسلحه بتاعتهم وبيامرهم بطلنا يخلصوا على الشياطين، وفعلا بيهجموا الفرسان وبيبتدوا يخلصوا على الشياطين باسلحتهم، وبيكون ميفيستو واقف بيتفرج على المعركه وهو متضايق قوي وبيجز على اسنانه انا ما كنتش متوقع ان اشوف جيش اشباح اوتو اللعين ده مره تانية. بيرد ايرليك استهلاك المانا كبير قوي لكن الفاعليه مؤكده. وبيكمل في سره وهو بيبص ناحيه يهوذا المشكله هي السافل اللي هناك ده، اصل شياطين جريجوري عندهم طبيعه وحشيه، عشان كده لو استخدمت قوه طبيعتها هاديه هيكون اسهل جدا اني اواجههم. انا حظي حلو عشان اتعلمت فن قتالي من الصقر الازرق وطبيعته مناسبه تماما، وفي شبح واحد بس يقدر يتقنه بشكل مثالي. هنا بطلنا بينفذ سحر التلبس وبتظهر هاله رهيبه حواليه، وبنشوفه بيكون رمح جليدي وبيمسكه بايده، بيكون عارف انه قدامه 4 دقايق بس عشان يحافظ على سحر التلبس والسلطه، فبيقول هو بيهاجم يهوذا انا هخلص على السافل ده في ال4 دقايق دول. وبنرجع للمعركة قدام المعسكر وبنشوف الجنود بيواجهوا المتوحشين، وبيظهر قائد المتوحشين وهو بيخلص على مجموعة من الفرسان بضربة واحدة، بعدها بيقف وبيبص للجيش اللي قدامه، وطبعا القائد ده بيكون زعيم قبيلة بور بور واسمه باتو. بيقول في سره يا اسد يا سافل، ازاي بتتجرأ وبتستغلنا في مكان زي ده؟ احنا قبيلتنا كانت محتاجة الأراضي الإمبراطورية الخصبة عشان نخلص من أراضينا اللي ما بيتزرعش فيها حاجة، وعشان كده ما كناش قدامنا اختيار الا اننا نشتبك مع مقاطعه ويندز الحدوديه اكتر من مره. بسبب الاضرار اللي حصلت عند الطرفين قبلنا اقترحوا مننا نعمل هدنه، وهي دي كانت الكارثه بعينها، زي ما يكونوا بيتريقوا علينا وعلى سذاجتنا، وقعونا في فخ اتفاقهم، وعشان ما كانش فيه كفايه عليهم هاجموا كمان قريتنا. دول حتى اثروا اختي والناس اللي من قبيلتي. انا كنت عارف ان الموضوع ده كله فخ عشان يستدرجونا وهم بيستخدموا الرهاين كطعم، وبعدها يدخلونا في مواجهه مع جيش الامبراطوريه، لكن ما كانش قدامنا خيار الا اننا ننفذ ارادتهم، اصل العيله بالنسبه لنا هي حياتنا، وان كان الاسد الاحمر ولا الامبراطوريه فانا هقطعهم كلهم. بنشوفه في اللحظه دي بيهجم على فرسان الاسد الازرق، لكن هنا بيجي هيرمان وبيصد هجومه بسيفه، فبيرجع باتو لورا وبيثبت نفسه في الارض وهو شايف ان الشخص اللي قدامه دلوقتي قوي وانه اقوى من اي عدو واجهه لغايه دلوقتي. وبيقول هيرمان انت مش بطال، باعتبار انك صمدت قدام الضربه دي كنت متوقع على الاقل ان السيف يقع من ايدك. بيفكر باتو لو كان ده هو اقوى محارب هنا، وانه لو قدر يهزمه ساعتها هيكون قريب من النصر في المعركه دي. بيرفع سيفه وبيوجهه ناحيه هيرمان وبيقول انا باتو زعيم قبيله بور بور. بيلاحظ هيرمان ان باتو بيطلب تحدي فردي وبيكون مستغرب عشان ما كانش عارف ان في بين المتوحشين واحد منهم عنده روح الفرسان، فبيرفع سيفه قصاد باتو وبيرد انا هيرمان فايل سيد عائله فايل. بيكمل باتو انا سمعت ان الاسد الازرق قوي. وفي لحظه مهيبه زي دي بيبصوا هما الاثنين لبعض زي ما يكونوا جبلين واقفين قصاد بعض، بعدها بيجروا هما الاثنين وبيهجموا على طول على بعض. وفي مكان قريب منهم بيكون هولمز عمال يجري في وسط المعركه وبيفكر انه مفيش داعي يقلق بالنسبه للاسد الازرق، والاولويه دلوقتي انهم يخلصوا على الاعداء بسرعه، عشان كده هو لازم يستعجل كمان في هجومه. واول ما بيحط ايده على السيف بيسمع بنت بتنده عليه وبتقول له عمي. بيقف هولمز وبيبص لها وهو مصدوم، فبتكمل البنت انت بتعمل ايه هنا يا عمي؟ طبعا هولمز بيكون مستغرب وبينادي على البنت باسم ساراناي. وبنرجع تاني للغابه وللمعركه اللي بتكون بين بطلنا ويهوذا بعد ما بيكون بطلنا ضربه بالرمح ويهوذا صد الضربه ومن قوتها رجع لورا. لما بيبص بطلنا قدامه بيلاحظ ان يهوذا اختفى، وفجاه بيسمع صوت ميفيستو وهو بينبهه انه يخلي باله، وبنشوف يهوذا بيهجم بطلنا من ورا وبيلحق بطلنا انه يلف بسرعه ويصد ضربته. فبيقول يهوذا اكيد مش فاضل عندك مانا كتير بعد ما استخدمت الصقيع ورياح الشمال، يا ترى هتقدر تخلص عليا قبل ما تخلص المانا اللي عندك؟
وهنا بطلنا بيضرب برمحه فبيرجع يهوذا لورا من قوة الضربة. بيكون فاكر بطلنا ان يهوذا كان هيهجم عليه عشان يحاربه بسبب طبيعته الوحشية، بس دلوقتي لو هيكمل في استخدام تكتيك الهجوم والانسحاب ساعتها هيبقى فيه موقف صعب قوي هيتعرض له. هنا بيقوله ميفيستو: هو انت بتعمل ايه ضد واحد سافل ما يقدرش يستخدم قوته الحقيقية؟ بيستغرب بطلنا وبيسأله يقصد ايه انه ما يقدرش يستخدمها، فبيجاوب ميفيستو: لو كان ناوي انه يخلص عليك بجد يبقى ليه هو بيتهرب كده؟ ده مش قادر يستحمل حمل خاتم عزازيل بسبب محدودية النسخة المقلدة. بيرد بطلنا: وحتى لو كان الموضوع كده بس مش باين ان في حل واضح في موقف زي ده. بيكمل ميفيستو: انا مش قادر اشوف الهزيمة على ايد نسخة مقلدة من عزازيل. اسمعني كويس، خاتم عزازيل بيأثر في الأصل بشكل مباشر على منطقة الغرايز، أصل هو بيسبب الجنون عن طريق الخاتم عشان يفجر القوة الهجومية عشرات المرات، لكن بيقطع وبيقول: قصاد ده بيكون في استهلاك لطاقة شيطانية كبير قوي، مش كده؟ بيوافق ميفيستو على كلامه وبيفكر بطلنا ان اللي بيقصده ميفيستو هو انه لازم يخليه يستهلك كل طاقته الشيطانية قبل ما يخلص الوقت اللي يقدر فيه انه يستخدم السلطة. اما الطريقة اللي ممكن يعمل بيها كده فبيكون عارفها كويس. ساعتها بينادي على يهوذا وبيقول له: انت يا دي عبيط، انت مجرد نسخة ناقصة مش كده؟ بيتعصب يهوذا وبيسأله: انت بتقول ايه؟ فبيضحك ميفيستو على طريقة بطلنا في التريقة وبيكمل بطلنا: ايه مالك؟ انا قلتها خلاص، انت نسخة عبيطة وناقصة كمان. بيتعصب يهوذا اكتر وبيشتم بطلنا وبيقول له انه هيقطع له لسانه القذر، وبيهجم عليه بسرعة رهيبة وبيوجه له ضربة، لكن بطلنا بيتفاداها وبيقول لميفيستو بالتخاطر ان ردة فعله اعنف من اللي كان متوقعه. فبيضحك ميفيستو وبيقول: اصل عقدة النقص اللي عنده كانت خطيرة قوي. بيرجع يهوذا يهاجم بطلنا وهو بيقول له انه هيخلص عليه، بس بطلنا بيعرف انه بلع الطعم وبيقرر انه يكمل في الخطه الاصليه، وبنشوفه بيستخدم تقنيه اجنحه الصقر بتاعه الرمح وبيضرب بالرمح ناحيه يهوذا وهو بيستخدم مهاره الاعاصير الخمسه. فبيحرك يهوذا ايده عشان يصد الهجوم وبيقول لبطلنا: انت رايح فين؟ انا هقطعك حتت. لكن بعد ما بيخلص ضربته بيلاحظ ان بطلنا اختفى من قدامه، وهنا بيظهر من وراه وبينده عليه: انت لازم تشتغل بمجهود اكبر يا ناقص يا هبل. وبيضرب بطلنا بالرمح، لكن يهوذا بينط بسرعه وبيتفادى الهجوم. بيكون بطلنا عمال يفكر ان مهاره الاعاصير الخمسه عندها قدره انها تحاصر العدو وبتخلي مسافه بينه وبين العدو ده بيخليها مناسبه، وده عشان يواجه فيها السافل اللي قدامه واللي بيتفوق عليه في القتال المباشر. بعدها بيكمل: ازاي تابع لعزازيل عاجز انه يعمل اي حاجه مطلوبه منه بالطريقه الصحيحه؟ خساره فيك كل التعب اللي تعبه عشان يعمل منك راجل يا عيل يا سيس. بيتعصب يهوذا اكتر وبيقول لبطلنا: اخرس يا حقير. وبنشوف الخاتم اللي على ظهره بينور وبتظهر هالة رهيبة حواليه وبيهجم ناحية بطلنا اللي بيستخدم القيد، وبنشوف سلاسل بتظهر وبتروح ناحية يهوذا عشان تمسكه. بيوضح له بطلنا انه كان عاوز يهجم عليه بس هو ما قدرش يصيبه ولو حتى مرة واحدة، وعشان كده ما يقدرش يعمل حاجة دلوقتي الا انه يرغي بأي كلام وخلاص. بنشوف يهوذا بيضرب السلاسل بايديه وبيكسرها، وهنا بطلنا بيرمي عليه رماح جليدية، فبيستخدم يهوذا الطاقة بتاعته وبيبعدها عنه وهو متعصب وبيجز على اسنانه جامد. فجأة بيظهر بطلنا من وراه وبيقول له: مسكتك ياض. طبعا يا جماعه بيكون بطلنا هاجم عليه ومجهز الرمح بتاعه ومقرر انه هيخلص عليه بالضربه دي واللي هي الطعنه الغادره، وفعلا بيوصل الرمح لظهر يهوذا لكن بيقدر انه يتفاداه بسرعه رهيبه. وبعد ما بينزل بطلنا على الارض بيقول في سره: انا قللت منه قوي وكنت فاكر ان هو دلوقتي اعمى بسبب الجنون اللي هو فيه، لكن الظاهر ان طلعت غلطان. ده قدر يتفادى الهجوم في لحظه، وانا دلوقتي استهلكت كل المنى اللي عندي في الهجمه الاخيره ومش قادر احافظ على رياح الشمال. طبعا يا جماعه بطلنا بيكون قدر انه يأذي يهوذا، وبنشوف المحاربين بتوع رياح الشمال ابتدوا يختفوا، وهنا يهوذا بيصرخ بصوت عالي وبنشوف الهاله بتاعته بتزيد اكتر. بيكون بطلنا عارف ان فاضل دقيقه واحده على استخدام السلطه اللي معاه، وانه حتى لو قدر يخلص على السافل اللي قدامه فهيكون صعب جدا انه يخرج من هنا، بس هو بيكون عارف انه ما يقدرش يهرب وانه لازم يخلص عليه بالهجمه اللي جايه مهما كان الثمن. بنشوف يهوذا طاير قدام بطلنا والوحوش الشيطانيه بتاعته واقفه تحته قصاد بطلنا اللي ماسك رمحه وعمال يبص لهم. اما بالنسبه ليهوذا فبيكون شايف ان خلال المعركه دي هو لازم يخلص على السافل اللي قدامه مهما كان، اصل لو رجع لمنظمه وفشل في العمليه دي ساعتها هيكون مصيره الموت بكل الاحوال، وعشان كده بيقرر ان يستخدم كل الطاقه الشيطانيه اللي عنده ويبلع بطلنا بخاتم الهضم، وبعدها هيشفي الطاقه الشيطانيه اللي عنده وجسمه هيسترجع السلطه اللي سرقها منه بطلنا. بعدها بيبتدي يفكر ان هو ممكن يوفر المانع لو دمج فنون تقويه الجسم مع تقنيه منقار الصقر، وفجاه بيسمع صوت الوحش الظلامي اللي معاه وهو بيقول له: عاوزني اساعدك؟ انت ما عندكش القوه دلوقتي مش كده؟ طبعا ايرليك بيكون عاوز يقول له يبطل كلام فارغ ويروح يبلع اختام الشياطين، لكن الوضع مش كويس خالص. بيكمل الوحش: انا عاوز خاتم الهضم بس، اوعدك اني مش هاخد غير خاتم السافل ده. ايه رايك يا سيدي؟ انا شايف ان عرض مش وحش بالنسبه لك انت كمان، اصل خاتم السافل اللي اسمه عزازيل او ايا كان اسمه باين ان طعمه وحش. بيقول بطلنا في سره: لو ان هيول اللي هو من سلاله الغيلان واللي بتبلع كل حاجه قدر ان ياخد خاتم الهضم ساعتها هيقدر يسترجع قوته بسرعه، ولو خاتم النجم المشؤوم زاد النمو بتاعه هينمو معاه جوع الغول، وعشان كده الموضوع مش وحش بالنسبه لي.
لكن المشكلة إن كل ما زادت قوة هيول هتزيد الصعوبة في السيطرة عليه. أنا دلوقتي في مشكلة. وهنا بيوجه بطلنا كلامه لهيول وبيسأله إيه اللي تقدر تعمله، فبيرد الموضوع مش صعب، استرخي بس وعاوزك تتقبلني. وفعلا يا جماعة بتظهر هالة هيول حوالين بطلنا وبتبتدي تندمج مع جسمه. هنا بيتحرك هيول وبيهجم على الوحوش وبيصرخ بصوت عالي وبيخلي الوحوش كلهم يسدوا ودانهم من قوة صرخته. أما يهوذا فبيكون واقف بيبص على الوحش المرعب اللي ظهر وبيسأل نفسه وبيقول إيه ده؟ أصل هو ما حسش بهالة ملك الشياطين بتخرج من السافل اللي قدامه، وإنه لو هيتأخر أكتر من كده هيبقى في خطر كبير، فبيقرر إنه يخلص على بطلنا بالهجمة اللي هينفذها دلوقتي. وهنا يا جماعة أحب أقول لكم على كلمة سر حلقتنا النهاردة واللي هي يهوذا. وبيهجم يهوذا على البطل اللي بيبص الرمح، وبنشوف هالة الغول بتتجمع حواليه وعمال يفكر إن جوع الغول بيتضاعف، وكل العقل بيتركز في طرف الرمح وبيكون حاسس إنه بقى هو والرمح واحد. وبيضرب يهوذا بإيده وهو بيقول لبطلنا إنه مش هيقدر يصد الهجوم ده. وهنا بنشوف بطلنا بيجهز نفسه وبيحرك الرمح بسرعة وبيوجه ضربة فيه، فبتظهر عاصفة مرعبة من الرمح بتروح ناحية يهوذا. بعد ما بتهدى الدنيا وتختفي الهالة بتاعة الغول بنشوف رمح بطلنا الجليدي بيتكسر وبيحصل انفجار رهيب في المكان قدامه. بعدها بنشوف يهوذا مرمي في الارض وغرقان في دمه وبيحاول ينطق اسم سيده عزازيل بصعوبه. بنشوف الغول هيول بيقرب منه وهو فاتح بقه وعمال يقول ان ده وجبه حلوه قوي. وفعلا يا جماعه بيبلع الغول يهوذا، وبيصرخ واحد من الشياطين وهو بينده على سيده، وبعدها بيبلغ زمايله ان الوحش ده بلع سيدهم يهوذا وسيدهم مات. حتى بيقولوا ان ميلفنجر واقف هناك وبرضه هيموت. طبعا بطلنا ما بيتحركش من مكانه وعينيه بتلمع. وبنشوف الشياطين بيهجموا عليه من ورا وبيقولوا لبعضهم انهم لازم يخلصوا عليه مهما كان الثمن. وفي اللحظة دي بينطق بطلنا وبيبتسم انت وفيت بوعدك يا هيول، تفجير. وفجأة بيظهر نور قوي وبيحصل انفجار مرعب حوالين بطلنا وبيطير الوحوش كلها بيفرتكها. في نفس اللحظة بنشوف هيول بيهاجم الشياطين وبياكلهم، وبرضه بيكون ميفي عمال يمتص الطاقة المظلمة اللي بتيجي من الشياطين بعد ما أكلهم هيول، وبيقول يعني لما تجيلي كل القوة دي من مجرد سافل ناقص، يا ترى هيكون الوضع ازاي بعد ما ابلع وعاء مكتمل. بتنتهي المعركة وبيختفي هيول، ونشوف بطلنا واقف بكل هدوء. بعدها بيهز ايديه وهو فرحان، فبيقول له ميفيستو انه باين عليه الرضا. فبيجاوب بطلنا عشان حققت انجاز يستاهل الرضا. وانت بقى يا ميفي حاسس بايه؟ بيرد ميفيستو ان هو راضي كمان. فبيكمل بطلنا انا مش شايف تغيير كبير، وحاسس زي اللي بيحط الميه في جردل بايظ من تحته ومخروم. بيتضايق ميفيستو وبيفهمه انه حتى لو رش شويه ميه من النهر في وسط محيط ناشف فاكيد مش هيظهر اثر، لكن رغم كده حصل تغييرات كتيره، وبنشوفه بيمد ايديه لقدام وبيقدر انه يحرك الهواء حواليه. بعدها بيقفل كفه وبيحصل ضغط على طول، وبيجي بعد كده بيكمل هو صحيح اللي بعمله ده يعتبر زي المحاولة البدائية اللي بيعملها الواحد لما بيتعامل مع المانا لأول مرة، لكن ده لوحده يعتبر حاجة عظيمة بالنسبة لي دلوقتي. هو صحيح لسه مستحيل ان اسبب اي اذى مباشر باللي بعمله، لكن ده مش هيطول كتير. بيلاحظ بطلنا ان ميفيستو كان لغايه دلوقتي في حاله ما تسمحلوش انه يعمل اي تدخل مادي، لكن شافه دلوقتي وهو بيتعامل مع المانع حتى ولو شويه صغيرين، ومعنى كده ان القيود اللي كانت عليه ابتدت تروح. وباعتبار الاشتباكات والمعارك هتفضل مستمره مع جريجوري، يبقى سرعه تعافي ميفيستو هتزيد مع الوقت. هنا بيساله لو كان هيقدر في الاخر ان ينهي حياته كطفيلي، فبيبص له ميفي وبيجاوب وهو الموضوع هيخلص عند الحد ده بس. بنرجع للمعسكر تاني وبنشوف ايزابيل وهي واقفه بتراقب المعركه وعماله تفكر ان توقعها كان في الاول انهم هيخلصوا المعركه دي بدري بقوتهم الموجوده دلوقتي حتى لو كان ايرليك مش موجود، بس ما كانتش متخيله ابدا ان المتوحشين دول هيكونوا بالقوه دي. بيكونوا المتوحشين بيحاربوا الجنود وفجاه بتحصل عاصفه جليديه في المكان، فبتتصدم ايزابيل لما بتشوفها وبتفرح ان حبيب القلب بطلنا جه. وفعلا يا جماعه بنشوف بطلنا طاير فوق الكل وبيستخدم السحر بتاعه وبينفذ العاصفه وسطهم. هنا بينفخ واحد من المتوحشين بالبوق بتاعه وبيكون ده علامه ليهم عشان ينسحبوا. بيبتدوا يجروا المتوحشين ويبعدوا عن المعسكر، فبتقف ايزابيل قدام الجنود وبتشاور لهم بايديها وبتفهم الجنود انه يفضلوا في مكانهم وانهم كمان يكونوا مجهزين ومستعدين لاي رده فعل. وفعلا بيهربوا المتوحشين وبنشوف جنود فيلق النجمه بيقعدوا في الارض وبياخدوا نفسهم وبيطمنوا نفسهم عشان قدروا ينجوا من المعركه دي. هنا بيشاور واحد منهم ناحيه بطلنا وبيقول يا جماعه بصوا هناك كده، السيد إيرليك رجع. بينزل بطلنا على الارض جنب ايزابيل وبيقرب منهم هيرمان وبينده على بطلنا إيرليك انت جيت دلوقتي؟ بيبص بطلنا ناحيته وبيتصدم لما بيشوفه وبيشاور له على عينه وبيسأله عليها، فبيحط هيرمان ايده على عينه المصابه وبيكمل انت تقصد دي؟ اصل الخصم كان اقوى من اللي توقعته، غلط الواحد برضه يقلل منهم عشان هم متوحشين، لكن تعرف انا قدرت اطير دراعه الشمال كلها، يعني تقدر تقول ان احنا اتبادلنا الضربات والخساره. طبعا هنا هيرمان بيبتدي يضحك، فبيساله بطلنا بيضحك على ايه دلوقتي، فبيرد انا ما اعرفش، الضحك بيخرج مني بشكل لا ارادي، اعمل ايه؟ بيفكر بطلنا ان هو ما كانش متخيل ابدا ان الاسد الازرق هيتعرض لاصابه رهيبه دلوقتي، واللي قدر يسبب له الاصابه دي هو واحد من الهمج المتوحشين، وعشان كده بيلوم نفسه لانه ما خدش باله كويس.
ولازم يتاكد من الوضع في المعركه هنا قبل ما يمشي. في اللحظه دي بينده واحد من الجنود عليهم وبيبلغهم ان في مرسال جاي، وبيوصل الجندي على حصانه وبيقف قدامهم، واول ما بينزل بيسالوا بطلنا لو كان جاي من المقر الرئيسي او لو كان حصل حاجه هناك. فبيخرج الجندي الرساله من جيبه وهو بيترعش وباين على وشه الخوف. بيفتح الرساله وبيبتدي يقرا اللي جواها وبيقول بصوت عالي: تم اغتيال المفتش العام سيد عائله فايفن، والمقر الرئيسي اتهزم وانسحب، وقوات المتمردين دلوقتي تحالف جيش الاسد الاحمر والمتوحشين بتتقدم في اتجاه اراضي الامبراطوريه بجيش قوامه مئات الالاف، واعتبارا من الساعه دي كل وحده في ميدان المعركه لازم تنسحب بهدف انها تنجو بنفسها، اما بالنسبه لتقديم الدعم عشان الانسحاب فدي حاجه مستحيله. اول ما بيسمعوا الكلام ده بيتصدموا كلهم عشان كانوا متوقعين انهم مسيطرين على المعركه في الجبهه، لكن دلوقتي جيش الاسد الاحمر والمتوحشين رايحين في اتجاه الامبراطوريه والمقر الرئيسي سقط. وبنروح دلوقتي لولي العهد اللي بيكون واقف وعمال يفتكر ان اللي حصل في المقر الرئيسي والمعركه اللي كانوا هيكسبوها، بس ما جاش في باله ابدا ان الهمج المتوحشين دول يتحدوا مع عدوهم اللدود الاسد الاحمر، حتى انه كان فاكر بانهم متفوقين عليهم في القوه مع ان عددهم اقل، لغايه اما دماغ المفتش العام طارت. وفي اللحظه دي بيوصل واحد قدامه وبيقول له: يعني انت كنت هنا يا اسمه الامير؟ الطريق طويل قدامنا، خلينا نستعجل شويه. بيكون الشخص اللي جاي ده هو نيمستر، واللي من غير وصول نجدته ما كانش هيفضل قوات لولي العهد اصلا، وحتى كان ممكن ان دماغه تطير هو التاني. لكن ولي العهد بيكون متضايق منه، اصلا لو انضمت العيله دي للقتال كان ممكن يقلبوا ميزان المعركه اللي كانوا تقريبا هيخسروها، بس هو اقترح الانسحاب من غير قتال. بيكون شايف ولي العهد انه جاي نيته يحقق مصالحه الشخصيه بس، لكن بيعرف ولي العهد انه ما يقدرش يصدر اي اوامر اجباريه او يحتج على حاجه، عشان لو رفضت عيله نيمستر انها تشارك في الحرب ورجعت لمنطقتها ساعتها جيش الاسد الاحمر مع قبائل الهمج هيخشوا في اتجاه الامبراطوريه، واللي يتحمل مسؤوليه عدم صدهم هيكون هو، وده اللي بيخليه يتضايق من اللي جاي وبرضه من السافر التاني اللي هو ايرليك. بنرجع تاني للمعسكر وبنشوف بطلنا قاعد مع القاده كلهم وبيقول: انا عندي مخرج من الحكايه دي، وهو ان احنا نستسلم للاسد الاحمر. بيقف كاليجر وتورك وهم متعصبين وبيردوا عليه ازاي عاوزهم يستسلموا للمتمردين، وان الكلام ده لا يليق بنبيل اقسم بالولاء للامبراطوريه وللعرش الامبراطوري. فبيبص لهم بطلنا ببرود وبيطلب منهم انهم يقعدوا. هنا بيتصدموا هما الاثنين عشان بيكونوا شايفين في بطلنا هيبه مرعبه، وبيسالوا نفسهم لو كان يقدر يترقى بقوته في المده القصيره دي، حتى انهم بيكونوا حاسين ان مفيش اي مانع بتخرج منه، لكن روحهم بتترعش من الخوف لما بيبصوا له. بيكونوا حاسين كمان ان الهبه اللي عنده هي شبه هيبه جده اوسدن. بيكمل ايرليك: هو انتوا ما سمعتوش امري؟ انا بقول لكم تقعدوا ومش عايز اكرر الكلام. العصيان في ساحه المعركه عقوبته الموت. انا هتغاضى عن الموضوع ده المره دي، لكن مش هيبقى فيه مره تانية. اما بالنسبه لسبب الاستسلام فجيش العدو تقريبا نص مليون، ولو وجه الاسد الاحمر قواته ناحيتنا ساعتها هيكون وضعنا وحش جدا لو اننا اتحاصرنا هنا، وانا مش عايز اخاطر بارواح جنودي بس عشان ارضي كبرياء فاضي، ولو كان في اي طريقه عشان انقذ روح واحده فانا هعملها. بيسالوا هيرمان عن رايه لو انهم يتحصنوا في قلعه كيت لاين. بيجاوب بطلنا ايرليك: الحكايه دي صعبه، اصل احنا ما نعرفش قد ايه ممكن نصمد، واحتمال ان ولي العهد مش هيجي عشان يساعدنا. طيب يا جماعه، في حد منكم عنده اقتراح تاني؟ بيرفع ايده هولمز وبيقول ان عنده فكره. طبعا بطلنا بيكون لاحظ ان هولمز فضل ساكت من ساعه ما خلصت المعركه، وان يمكن دلوقتي هيقول حاجه ليها علاقه بالسكوت ده. فبيكمل هولمز: لما كنت بلف في العالم حصل بيني وبين ناس كتير علاقات. بيسالوا بطلنا لو كان يقصد قبيله بور بور، فبيرد: انت ولد لماح فعلا. ايوه القبيله دي فعلا، اصل انا عشت في جبال الشرق تقريبا 5 سنين وما شفتش قبيله بور بور وبس، انما قابلت قبائل تانية كمان، لكن قابلت طفله من قبيله بور بور كانت بتقول لي يا بابا، وبصراحه السافل اللي خلاك تخسر عينك يا اسد يا ازرق اعرفه هو كمان واسمه باتو. بيحط الاسد الازرق ايده على عينه وبيقول: عشان كده كان اسلوبه في القتال مألوف. هو انت اللي علمته فنون السيف؟ بيرد: متاسف عشان ما قلتلكش على الموضوع ده قبل كده. بيكمل هيرمان: مفيش داعي تعتذر، اصل بسببه انا لقيت طريق جديد وعشان كده انا هقابله قريب. بيوضح هولمز ان ده هيكون صعب جدا في الوقت الحالي، اصل باتو بقى الزعيم الاكبر لقبيله بور بور وهو ناوي انه يخش للامبراطوريه مع المحاربين بتوعه. بيرجع يسال هيرمان لو انهم دلوقتي هيلجأوا للهمج باعتبار هو والمحاربين بتوعه مشوا من المنطقه. فبيجاوب هولمز: ايوه احنا ممكن نتحجج بمعرفتنا القديمه وبكده هيستقبلونا كضيوف. بيفكر بطلنا ان كل الطرق اتسدد والعدو مستني من كل حته، بس يمكن لما يستخبوا جوه عرين العدو فهيكون هو ده اسلم الحلول. بيكمل ايرليك: طيب يا جماعه، احنا هنلجأ ليهم لغايه ما نضمن سلامه قواتنا. وبنروح دلوقتي لمكان في السهول اللي موجوده في مقاطعه ويندز الجنوبيه. بنشوف باتو على حصانه وجنبه واحد من المحاربين وبيساله لو كان شاف هولمز هناك، فبيرد عليه المحارب بايوه وانه شاف السيده ساراناي وهي بتتكلم معاه. فبيتعصب باتو وبيسال: معقوله كل ده بيحصل وما تقوليش ولا كلمه ليا يا ساراناي وانا جوزك؟ طبعا يا جماعه في الفتره الاخيره كانتش علاقتهم كويسه، اصل باتو كان دايما عنده راي بانه جه دورهم عشان يسحقوا الامبراطوريه زي ما هي سحقت ارض اجدادهم، لكن ساراناي كانت دايما حمامه السلام وبتتكلم عن المصالحه والمحبه. لكن باتو كان عارف ان في يوم من الايام هتفهم ساراناي قد ايه هو حريص على مصلحه القبيله،
بس باين ان الموضوع المره دي بقى مختلف. اصل هولمز من 5 سنين فاتوا كان هو الاب اللي مخلي باله منهم هو وساراناي، وكانوا قبل كده في حاله وحشه جدا ومفيش بينهم وبين الموت حاجه، حتى انهم كانوا منبوذين من القبيله، وقدر هولمز ان يزرع فيهم الاحلام واداهم القوه. وبعد ده كله باتو مش قادر يفسر ليه ساراناي ما قالتلوش ان هولمز كان موجود هناك. وفي اللحظه دي بيبتدي يحس باتو بالوجع في ايده اللي اتقطعت، وبيقرر ان هيركز في الوقت الحاضر. اصل اللي بيحصل دلوقتي ما ينفعش يعمله غير دلوقتي. وفي مكان تاني في المقاطعه بنشوف خيمه اجتماعات مؤقته قاعدين فيها زعماء قبيله الهمج وعمالين يضحكوا ويسالوا بعض هيبتدوا يطالبوا بالاراضي منين. بيرد واحد منهم: يعني ايه منين؟ احنا لازم نطالب بشرق الامبراطوريه كله. بيبتدي كل واحد من زعماء القبائل يقول على منطقه انه لازم يطالب بيها، وعمالين يضحكوا ويشربوا ويسكروا. بنشوف واحد منهم بيقرب من باتو اللي بيكون قاعد معاهم وبيقول له: وانت عاوز تاخد ايه يا زعيم قبيله بوربور؟ بيفضل باتو ساكت شويه، بعدها بيجاوب: قبيله بوربور جت عشان ترد الاهانه والعار اللي اتعرضوا ليه اجدادنا. احنا ما تهمناش اراضي الامبراطوريه وملهاش اي معنى، احنا راضيين بالارض اللي احنا عايشين فيها، ولو كنتم ناويين تهاجروا بعد الحرب يبقى تدونا الاراضي اللي هتسيبوها وراكم. بيبتسموا الزعماء وبيرد واحد منهم: يعني بتجيلك الفرصه ان يبقى عندك ارض احسن لكن انت بترفضها؟ طب خليني اقول لك بقى ان بالنسبه لنا احنا ممتنين ليك. في اللحظه دي بيخش عليهم الاسد الاحمر وبيقول: ايه ده؟ انتوا كنتوا بتتبسطوا اصلا؟ عموما عايز اشكركم كلكم عشان تعبتوا نفسكم وسافرتم لهنا، وعايز اشكركم كمان عشان لو ما قدمتوش لينا المساعده يمكن دماغي دلوقتي كانت متعلقه على اسوار العاصمه الامبراطوريه والشعب عمال يضحك ويتريق عليا. بيضحك واحد من الزعماء وبيقول: ايوه طبعا، لولا انت واتباعك كنتوا هتتسحلوا. طبعا يا جماعه بيخش مع الاسد الاحمر البنتين الشياطين لابيس ولازولي. بنشوف واحده منهم بتقرب من زعيم من الزعماء وبتحط ايدها على كتفه وبتقول: هم دول بقى الابطال اللي بيتكلم عنهم الاسد الاحمر؟ بيضحك زعيم القبيله: ايوه احنا الابطال وهنكون الفاتحين اللي هيضموا الامبراطوريه ليهم. بتكمل البنت الشيطانه وبتلعب في شنبه: ياه كان باين عليكم انكم عظماء جدا، وبعدين ايه عضلات الصدر القويه دي؟ هنا يا جماعه زعيم القبيله بيتسحر بجمالها، وبيقول لها انه دايما في ست جميله بتكون واقفه جنب الفاتح العظيم، فبتجاوبه: ياه المشهد ده مقرف قوي. وبحركه سريعه بتلف دماغه بتقطم رقبته، حاجه كده زي افلام جيسون ستيسم اللي بنشوفها. بيسالوا الزعيم اللي جنبه لو كان سكر عشان هو بيدور على دماغه بطريقه غريبه. بيكون في واحد من الرجاله واقف وراه وبيسحب سيفه. طبعا الزعيم ده بيبص حواليه وبيلاقي باقي الزعماء بيتخلص عليهم من الرجاله اللي واقفين وراهم، فبيبص هو وراه وحاسس ان في حاجه مش طبيعيه. بيشوف السيف على رقبته وصاحب السيف ده هو واحد من رجالته، فبيساله ليه بيعمل كده. بيجاوب الراجل: القرار ده انا خدته عشان مصير القبيله يا زعيم وعشان السيد باتو. وقبل ما بيجاوب الزعيم بيضربه الراجل بالسيف بيخلص عليه. بيكون الاسد الاحمر واقف بيتفرج على اللي بيحصل وبيبص ناحيه باتو اللي بيكون ماسك في ايده حته لحمه وبياكلها والدم بينزل منها، وبيقول له الاسد الاحمر: انت عندك ذوق عالي قوي، يعني الناس بيموتوا حواليك وانت جاي لك نفس تاكل لحمه ودمهم لسه ما نشفش. طبعا الاسد الاحمر بيكون شايف انه مهما كانت معدته قويه وبتستحمل فمحدش بيجيله نفس على اللحمه خالص لما بيشوف الموت بيحصل حواليه. بيرد باتو بعد ما بيخلص حته اللحمه ويمسح بقه: اللي عاوز يشوي لحمه لازم يخلي باله انها تتشوي كويس، ومش لازم يفضل فيها دم كده وينزل منها. فعلا العيال بتوع الامبراطوريه دول همج وعاملين نفسهم متحضرين. بيسالوا الاسد الاحمر لو كل حاجه خلصت دلوقتي عشان كل القبائل اتوحدت تحت رايته زي ما كان عايز. بيقف باتو وبيجاوب: انا هغض نظر المره دي عشان انا استخدمت اخواتنا كطعم، اصل الاهم دلوقتي ان احنا نحقق غايتنا المشتركه، لكن لو كررت العمله دي تاني فانا هكسر رقبتك بايديا دول في اللحظه اللي هتغلط فيها. بيكون المحارب المقنع واقف ورا الاسد الاحمر وبيمد ايده بسرعه على سيفه عشان يتعامل مع باتو اللي بيكون واقف قدام الاسد الاحمر اللي بيشاور للمقنع انه يقف وما يعملش حاجه. هنا بيخرج باتو مع رجالته من الخيمه، فبتقول واحده من البيانات الشياطين ان الراجل ده عنده هيبه. بتسالها اختها ايه اللي عجبها في راجل رخم زيه. بتكمل الاولانيه وهي بتلحس شفايفها: كل ما كان الراجل متوحش اكتر بيكون ترويضه واستعباده ممتع اكتر. بنشوف بعد كده الاسد الاحمر هو والراجل المقنع اللي معاه بيخرجوا من باب الخيمه وبيبلغهم ان شغلهم دلوقتي خلص هنا وانهم هيتقابلوا بعدين. بترجع تقول للشيطانه الاولى ان الراجل ده ممل قوي، وان لما الواحد بيعيش حياته بالجفاء ده ساعتها هتكون حياته ما فيهاش اي بهجه. ولهنا بتكون خلصت حلقتنا النهارده.